كيكة بطعم وريحة زمان حرفيا، لانها بدون اي افتكاسات، كلها في الخلاط، سهلة وسريعة وبتطلع معاكوا طرية جدا. هتجيبوا 3 بيضات وكوباية سكر كبيرة وكوباية زبادي، برضو كوباية الزبادي تكون حجمها وسط، وتنزلوا بكوباية الا ربع زيت، وفي نفس الكوباية كوباية لبن، يعني نفس المعيار كده تضيفوا لبن، وشوية فانيليا حلوين، وتضربوا بقى كل الكلام ده في الخلاط. التركية بقى اللي صاحبتي قالت لي عليها، معلقة جبنة كريمي من اي نوع بتودي الكيكة في حتة تانية وبتخليها طرية. هنا جبت نص كيلو دقيق ونزلت عليهم بنص كيس بيكنج باودر وكيس محسن كيك. هنا بقى هنضيف كل المكونات السائلة اللي احنا خلطناها في الخلاط على الدقيق، وتبدأوا تقلبوها لحد ما يديكوا القوام كده، لا تقيل ولا خفيف. تكون الصينية بتاعتك بقى وسط، لا كبيرة ولا صغيرة، والفرن يكون متسخن على درجة حرارة 200. اخدت تقريبا تلت ساعة كانت استوت، بس انا حطيتها في الشواية فوق عشان بحبها تاخد لون، وكانت طعمها تحفة، وبجد مش هتدوق اطعم منها.